برج الأسد بيتعرف حتى لو وسط 100 شخص. أول حاجة هتلاحظها عليه هي شكله وحضوره. برج الأسد دايما عنده كاريزما تخليه ملفت للنظر في أي مكان يكون فيه. شكله مرتب، لبسه شيك جدا، وحتى لو لابس حاجة بسيطة هتحسه إنه لابس تاج مش لبس عادي. الأسد مش بيمشي عادي، لا ده بيمشي كأنه ملك الأرض اللي بيمشي عليها، خطوة واسعة، ظهره مفرود وراسه مرفوعة كأنه بيقول أنا هنا. عينيه والله عينيه لوحدها تكشف كل حاجة. الأسد عنده نظرة حادة وقوية جدا، مش شرط يكون بيبص بغضب، لكن نظراته دايما واثقة وتقول أنا فاهم ومسيطر. برج الأسد دايما بيحب يكون في أفضل شكل ممكن. هتلاقيه مهتم بشعره جدا سواء ست أو راجل، وشكله دايما مرتب ونظيف، يعني حتى لو رايح يشتري عيش هتلاقيه عامل حسابه. لو شفته في قعدة ركز مع الشخص اللي بيضحك بصوت عالي وواضح، وصوته دايما عالي لما بيتكلم. هو ده الأسد، هو بيحب يكون ملفت للانتباه، وده بيبان في طريقته. وهو بيتكلم هتلاقيه بيحرك ايديه كتير وبيستخدم إشارات، ده بيبين حماسه وثقته في اللي بيقوله. حتى لو مش بيتكلم، لو لقيت حد بيحاول يساعد أو يعزم الناس اللي حواليه بطريقة واضحة وبدون تردد، غالبا ده أسد. الكرم طبع فيه. ببساطة الأسد لازم يكون في أي مكان ملفت للنظر، سواء في شكل لبسه أو طريقة وقوفه أو حتى الإكسسوارات اللي بيستخدمها، دايما عنده حاجة مميزة. الخلاصة، برج الأسد مستحيل يعدي جنبك من غير ما تحس إنه موجود. هو برج قوي وشخصيته واضحة حتى لو ساكت. لو ركزت شوية في الملامح دي هتلاقي نفسك بتعرفه من غير ما تتعب. لو عندك حد من برج الأسد في حياتك قول لنا ايه أكتر حاجة بتلاحظها فيه، وما تنساش تشارك الفيديو ده مع أصحابك من برج الأسد.